الله على حلبة العيد، الله على حلبة العيد، كل سنة وانتم طيبين. ادخلوا قناة ست الحبايب وانت هتشوفوا الحلبة اللي على أصولها، الحلبة الجميلة، الحلبة اللذيذة. بص الجمال، بص الجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبألف سلام. أنا بشكر حبايبي جوا مصر وبشكر حبايبي برا مصر. أنا بشكركم يا حبايبي لدخولكم القناة والتفاعلكم في القناة. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويبارك في أولادكم يا رب. عاملة ايه الجميل اللذيذ دي يا ست الحبايب؟ أنا عاملة الحلبة المزرعة اللي شكلها يتكلم عنها، جميلة ولذيذة. وان وصلت لغاية كده يا حبيبتي يا نور عيني، خلي بالك من اللايك، بيرفع الفيديو. كل سنة وانتم طيبة. والفيديو ده جميل بتاع الحلبة المزرعة. كل سنة وانتم طيبة. يا صباح الخير والفل والياسمين عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبأحسن حال. النهاردة ست الحبايب عاوزة تعمل معاكم الحلبة المزرعة للعيد. كل سنة وانتم طيبين، العيد فاضل عليه أيام، قلت أعمل معاكم الحلبة المزرعة علشان تعملوها وتقدموها كده في العيد. كل سنة وانتم طيبين. عملت ايه في الحلبة يا ست الحبايب؟ أنا مسكت الحلبة بالليل بعد ما تسحري بالليه بالمية، وسيبيها اغسليها غسلتين وبليه، واصبحي بقى كل شويه غيري عليها غيري عليها زي انا ما انا ايه غيري عليها كده. يعني ديت انا بلاها يا حبايبي من بالليل، والصبح قلت ايه نمسكها نعملها معاكم عشان الوقت بس. وقلت ما نعملش فيديو في انت عارفين الحلبة دول قد ايه، دول قد ايه بقى اللي انا بلاهم شويه قددهم بالظبط. دول حبه قد دول بالظبط، يعني مش ربع، نص الربع اهوت معاك. ايه يا ست الحبايب بقى عاوزين نعمله الحلبة المزرعة بتاعت حماتي ام بسيمة، ربنا يرحمها ويرجتها في الجنة يا رب ونعمها. انا معايا يا حبايبي المصفى ديت، الحلبة اللي هي الجميلة بتاعت زمان وايام زمان، احسن ايام زمان. معايا البلاستيكة ومعايا فوقها المصفى. هتعملي يا ست الحلبة هنحط اهي بس، بنعمل كده واحطهم كده اهو. بصي كده اهو وبسيبهم. لابد بقى تسيبيهم في المطبخ عشان حرارة المطبخ زي ما انت شايفاهم كده. يعني حاجة سهلة وبسيطة، وهتاكلي حلبة جميلة شكل ست الحبايب. هوريها لكم واحدة واحدة. وبعد ما اعملها كده تعمل ايه؟ بمسكها بقى معايا حتة عرض ابيض كده حلو، هي عاوزة عرض ابيض ما تحطلهاش اي عرض، وبتيجي مغطياها كده. تعملي ايه بقى؟ كل شوية تشيلي العرض وترشرشيها شوية مية. كل يوم رشي لها ميه، مش الميه مش هتستنى فيه علشان فيه مصفى، عشان يا حبايبي فيه مصفى. شوفوا الميه اهي، لو في حبه ميه زياده انت هترشيها علشان وتغطيها وتكمريها. يا ريتك تحطها كده، تغطيها كده وتحط فوقها فوطه كمان عشان الجو ايه ساقعه. ما هوش الجو يا حبايبي يا نور عيني حر، لو الجو حر كان عادي، لكن دلوقتي الجو ايه ساقعه. وانا النهارده يا حبايبتي عملت معاكم الحلبه هي، وعبل ما تزرح كده هوريها لكم برضو يا حبيبتي. انا معاكم واحده واحده، وكل سنه وانتم طيبين واولادكم طيبه يا رب.